اعتقد ان دي احلى كيكه بلح انا عملتها في حياتي. اشتغلت كتير قوي على المقادير عشان اطلع مقادير مظبوطه، جربتها اكتر من مره وغيرت فيها حاجات كتير اكتر من مره عشان تطلع هشه طريه مش ناشفه كده، ولا عايزه ايسنج ولا عايزه كراميل ولا صوص ولا اي حاجه. في الخلاط هنحط 3 بيضات كبار، عليهم كوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من الزبده وكوبايه من البلح الطري. هنضرب كل الكلام ده في الخلاط كويس قوي، ونروح بقى نحط المواد الجافة على بعض. كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقتين نشا، ومعلقة قرفة. تقدري تضيفي بقى حبهان باودر، رشة جوز الطيب، حبة جنزبيل، دي كلها حاجات ترجع لك. اهم حاجة ان الدقيق عندي يبقى منخول. بعد ما ضربنا خليط السوائل كويس قوي بننزل بيه على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي نحرك بالراحة من غير ما نطلع الجلوتين اللي موجود في الدقيق، علشان مش عايزينها زي العيش، احنا عايزينها كيك هشة جدا. عندنا بقى مكونين مهمين جدا دلوقتي. عندي معلقتين كبار من الخل وربع كوباية من المية المغلية، وننزل بشوية بلح كده زي ما انتوا شايفين عشان يبقى فيها بلح كده واحنا بناكل الكيك يطلع معانا. اللي انا بعمله دلوقتي هي طبقة الكرامبل، مش اساسية خالص مع الكيك بتاعتنا، ولكن بتدي شكل وطعم حلو قوي، فاذا حابين تضيفوها برضو تمام جدا. عبارة عن ايه؟ مكعبين من الزبدة تقريبا 50 جرام، نسقعهم ونبشرهم وننزل عليهم بنص كوباية من الدقيق، وحبة بيكنج باودر كده قد ربع معلقة. ده الأساسي. الإضافات عليها ممكن تبقى أي مكسرات مجروشة، بندق، عين جمل، براحتكم، أو لوز، رشة قرفة عشان احنا حاطين في الكيك قرفة. ونبتدي كده ايه، ندخلهم كلهم في بعض لحد ما يكونوا لنا الحبيبات الفتافيت اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده بنحط طبقة محترمة من الكرامبل دي على وش الكيك، ونجهز الفرن على درجة حرارة 180 كده. الكيك جاهزة انها تدخل، وهنسيبها في الفرن قد ايه؟ من 45 دقيقة ل 50 دقيقة، نسيبها براحتها خالص، تاخد وقتها وما نستعجلهاش لحد ما تستوي عشان نطمن انها استوت من جوه كويس قوي ومن بره كمان. تطلع من الفرن زي ما انتوا شايفين كده بعد تقريبا 50 دقيقة اخدت مني. طبعا كل واحد على حسب فرنه. بمنتهى السهولة بشيل الورق بتاع الزبدة، مش أساسي على فكرة، بس طبعا إذا موجود ورق زبدة يستحسن عشان ما تتحرقش من تحت. حطه في الفرن، صينية فيها مية تحت في قعر الفرن، تعمل بيئة رطبة كده وجميلة جدا، وتطلع الكيك طرية قوي. وبصوا من جوه عاملة ازاي، مش طبيعية في الحلاوة. تاني يوم بتبقى أحلى كمان لأنها بتبقى مسكت في نفسها كده. مش قادرة أقول لكم بقى الزبدة مع طعم البلح كان عامل إزاي. لو عايزين كمان بدايل للسكر البني هكتبها لكم في الكومنتات، بدايل للبلح برضو في الكومنتات.